في واقعة حبست الأنفاس، تمكن فريق للإسعاف العاجل من إنقاذ سائقة وإخراجها من كابينة شاحنة علقت بها متدلية بجسر فوق نهر بمدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية. ولم تصب السائقة بأذى شديد، ولم يتضح كيف تعرضت شاحنتها لهذا الحادث الذي جعلها تنحرف أمس الجمعة ويعلق بعضها أسفل الجسر في مشهد هوليودي من الطراز الأول، ما جعل إنقاذها يبدو مذهلا في فيديو للحظة التي تمكن فيها عمال الإنقاذ من إنزالها من كابينة الشاحنة. وبعدها تحول الاهتمام إلى كيفية إخراج الشاحنة من موقعها غير المستقر. وأكد رجال إطفاء تحدثوا لوسائل الإعلام أن سحب السائقة من كابينة الشاحنة تم باستخدام الحبال والسلالم فقط، في عملية حرجة استغرقت 45 دقيقة، وخلالها حافظت على تماسكها مثل البطل على حد وصف رجال الإطفاء، بحسب ما قال أيضا براين أونير رئيس إدارة الإطفاء بلويسفيل في مؤتمر صحفي تعليقا على الحادثة. ووصف فيه السائقة بأنها كانت هادئة للغاية طوال محنتها، برغم أن كابينة شاحنتها كانت معلقة على ارتفاع 23 مترا. ليعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين أن هذا المشهد يعتبر أحد المشاهد الهوليودية التي نفذت على أرض الواقع.